صباح الفل. أنا أحمد بيومي وده بودكاست ايرون اند كارتس أو حديد وجزر. النهاردة الحلقة الأولى من البودكاست. قبل ما أبدأ معاكم في الحلقة دي عايز بس أديكم مقدمة صغيرة عشان تبقوا عارفين الحاجات اللي احنا هنتكلم عليها عادة هتبقى إيه. في البودكاست ده احنا هنتكلم على الفيتنس اند نيوتريشن، هنتكلم على الرياضة وعلى الأكل. في الفيتنس احنا هنتكلم على الهايبرتروفي، على الضخامة العضلية، هنتكلم على الفيزيك، على الشكل، هنتكلم على السترينث القوة والانجريز، هنتكلم على الريكوفري هيلث اند ويل بينج الصحة العامة بتاعتنا. في الحاجات اللي هنتكلم عليها في النيوتريشن هتبقى الحاجات اللي احنا هنحتاج ان احنا نعملها عشان نكمبلمنت الفيزيك. فانت لو عايز ويت لوس، عايز تخس، عايز تنزل دهون، او عايز ماسل جين، عايز تكبر عضلات، او الحاجة اللي ممكن تبقى مهمة جدا ان احنا محتاجين كلنا نعملها في فترة ما في حياتنا، المينتننس. ازاي انت تقدر تحافظ على الوزن اللي انت خسرته. للأسف 95% تقريبا من الناس اللي بتعمل دايتس أو بتعمل ترانسفورميشنز بتاعتها بترجع الوزن اللي هي خسرته في خلال سنة ل3 سنين. ممكن يكون السبب الرئيسي للموضوع ده إن العادات الغذائية نفسها، الإيتينج هابتس، لسه مش إن بليس، لسه مش مظبوطة. فعشان كده أنت ممكن تبقى كويس جدا وأنت بتعمل دايت، بس أول لما بتبطل الدايت ده كل حاجة بترجع تاني زي ما كانت. عايز اديكوا ديسكليمر مهم جدا قبل ما اخش في الحلقه بتاعت النهارده. هتلاقوني بتكلم بالانجليزي وبتكلم بالعربي في نفس الوقت. السبب ده مش روشنه مني ولا عشان انا يعني متعلم جدا، انا من الحي السابع، فيعني مفيش اي نوع من انواع الروشنه موجود فيا. اللي شافني على الحقيقه يعني اكيد عارف الكلام ده، بس السبب عشان المصطلحات اللي انا بستخدمها بتاعه الاكسرسايز اند نيوتريشن ساينس هي مصطلحات دي كلها انجليزي، مصطلحات امريكاني واوروبي. المصادر نفسها اللي انا اتعلمت منها وبتعلم منها لحد دلوقتي هي مصادر كلها بالانجليزي، فبيكون اسهل لي بكتير وانا بتكلم في الحاجات دي ان انا استخدم المصطلحات زي ما انا اتعلمتها، بس هحاول دايما ان انا احط بعديها المعنى اللي بالعربي عشان ما حدش بس يحس ان هو تايه مننا او ان هو مش معانا على نفس الموجة او حاجة. انا مبسوط جدا ان انتوا معايا النهارده في الحلقه الاولى. بنسبه كبيره انتوا تعرفوني شخصيا، والا انتوا ما كنتوش دخلتوا تسمعوا الحلقه دي، او تعرفوا حد حلف عليكم ان انتوا لازم تخشوا وتسمعوني عشان نزود الفيوز. ايا كان الحاله اللي احنا بنتكلم عليها، انا مبسوط جدا ان انتوا معايا. يعني اتمنى ان انتوا تدوني فيدباك بعد ما نخلص الحلقه دي عشان لو في اي حاجه انا اقدر اعدلها، عشان في الاخر مهم جدا ان انا اقدر اقدم فاليو او قيمه لكل الناس اللي بتسمعنا. استنوني ويلا بينا عشان نبدا. في الخمسينات في ريسيرشر اسمه جاي تيلر عمل دراسة مشهورة قوي على عدد من العمال اللي بيشتغلوا في مصنع من المصانع في الهند. تيلر قسم العمال اللي في المصنع ده ل4 أنواع على حسب المجهود اللي هم بيعملوه في خلال اليوم. كان في مجموعة بتعمل مجهود بسيط جدا، مجموعة تانية بتعمل مجهود متوسط، مجموعة التالتة بتعمل مجهود عالي، والمجموعة الرابعة والأخيرة بتعمل مجهود عالي جدا. حاجتين تيلر طلع بيهم من الدراسة بتاعته. الحاجة الأولى ان كان في تناسق واضح قوي ما بين المجهود اللي الناس بتعمله وما بين الاكل اللي هم بياكلوه. يعني كان كل لما حد بيعمل مجهود زيادة كان بياكل اكل زيادة، بس الاكل بيبقى مناسب، يعني هو بياكل على قد المجهود اللي هو بيعمله. الحاجة التانية والحاجة الغريبة اللي تيلر لقاها ان المجموعة بتوع المجهود القليل قوي كانوا بياكلوا كتير قوي. تقريبا المجموعة دول كانوا بياكلوا كمية اكل على قد المجموعة بتوع المجهود العالي. في 2016 من جامعة ليدز في انجلترا 2 ريسيرشرز، واحد اسمه هوبكنز والتاني اسمه بلندل، كتبوا بيبر كاملة عشان القصة بتاعة تايلر دي. كانوا عاوزين يوصلوا للسبب او الميكانيزم اللي بيخلي الانسان لما بيتحرك قليل او لما الاكتيفيتي بتاعته بتبقى قليلة ان هو بياكل كتير. ما قدروش يوصلوا للسبب الرئيسي، يعني ما عرفوش بالظبط هو ايه السبب اللي بيخلي حد يعمل حاجة بالشكل ده، بس اللي هم توصلوا له في الاخر الكونكلوجن او النتيجة في البيبر بتاعتهم في البحث بتاعهم ان الانسان بيحصل له ريجيوليشن، بيحصل له تناسق او بيحصل له ضبط لما بيبقى بيتحرك. يعني انت لما بتتحرك بيحصل ضبط للاشارات بتاعه الجوع والشبع، ولما انت الحركه بتاعتك بتبقى قليله بيحصل ديس ريجيوليشن، بيحصل عدم ضبط للاشارات دي، فساعتها بيحصل ان انت بتاكل زياده عن اللي انت محتاجه. ده ممكن يفكرنا شويه بالفتره بتاعه اللوك داون، الفترة بتاعت الكورنتين السنة دي في شهر 4 و5 و6 لما كان معظمنا قاعد في البيت وكنا
يعني قاعدين بنتفرج على افلام وتمثيليات ورمضان والحاجات دي كلها، وكان كمية الاكل اللي احنا بناكلها كانت عالية جدا، مع ان الاكتيفيتي ليفل او المجهود اللي احنا بنعمله كان قليل جدا. ممكن طبعا يكون بسبب الملل والقعدة في البيت والكورنتين والحاجات دي كلها، بس ممكن يكون السبب الرئيسي اللي احنا مش واخدين بالنا منه ان احنا كنا بناكل كتير عشان الاكتيفيتي ليفل نفسها قليلة، او عشان المجهود اللي احنا بنعمله نفسه قليل. مش عايزين برضو نقول ان الاكتيفيتي ليفل هي الحاجه الاساسيه او الحاجه الوحيده في الويت جين او الويت مينتنس، انا مش قصدي كده، بس ممكن يكون من العوامل المهمه. حاجه تانية ممكن نبقى احنا برضو ساعات ما بناخدش بالنا منها، وده تودينا لدراسة بس المرة دي اتعملت في ويسكونسن بس برضه في 2016. الدراسة دي كانت كروس سكشنال ستادي، اتعملت لسيرفي كبير قوي، كانت الستيت اوف ويسكونسن عملوه لجزء من المواطنين بتوع الولاية نفسها. كان تقريبا 1400 شخص. 1400 شخص دول كانوا بيحطوا شوية بيانات زي اللي هو بياكل كم مرة بره البيت، بيشرب سجاير ولا لأ، بيتمرن ولا لأ، الحاجات اللي بالشكل ده. بس الريسيرشرز بتوع جامعة ويسكونسن كانوا مهتمين بحاجة معينة، بس كانوا مهتمين ان هم يعرفوا عدد المرات اللي الشخص كان بياكل فيها بره البيت والوزن بتاعه. ولو العلاقة يعني كانت غريبة جدا، ان كان كل لما الشخص بياكل بره البيت اكتر، الاحتمالية ان وزنه تبقى زيادة بتبقى احتمالية عالية جدا. ده ممكن يودينا لحته ان انت لما بتاكل بره حاجات كتيره تبقى انت مش متحكم فيها، يعني انت مش متحكم في كميه الاكل اللي انت بتاكلها. الاحتماليه الاكبر لما انت بتاكل بره ان انت هتاكل حاجه فيها processed carbs او نشويات مصنعه، هتاكل حاجه فيها دهون كتيره، هتاكل حاجه فيها سكر كتيره. احتماليه الكبيره ان انت هتاكل فاكهه قليله وخضار قليل لو انت بتاكل بره كتير. بس ده برضو مش عايزه يخلينا ان احنا نبص للاكل مجرد بس ان انت بتفكر فيها كالوريز ان وكالوريز اوت، ان انت بتاكل كالوريز وبتحرق كالوريز. النتيجة بتاعة المعادلة دي هي اللي بتحدد انت بتتخن ولا بتخس، صح؟ دي الحاجة الأساسية اللي احنا المفروض نفكر فيها النهاردة لما احنا نبقى عايزين نحافظ على وزننا او عايزين نزوده او عايزين نقلله. بس الموضوع برضو مش ستريت فورورد او مش مباشر للدرجة دي. عشان اشرح لكم وجهة نظري، تعالوا بس اشرح لكم او احكي لكم على دراسه تانية، بس المره دي اتعملت في ساوث فلوريدا من معمل دكتور بيل كيمبل، واحد من اشهر الدكاتره بتوع الاكسرسايز ساينس في العالم. دكتور بيل كيمبل كان عنده في المعمل بتاعه مجموعه من البنات بيلعبوا فيزيك، بيلعبوا بادي بيلدينج. قسمهم لمجموعتين، المجموعه منهم كانوا بياكلوا بروتين كتير، ومجموعه كانوا بياكلوا بروتين قليل. بمعنى ان المجموعتين دول في خلال 8 اسابيع كانوا بياكلوا نفس كميه الكاربس، نفس كميه النشويات، وبياكلوا نفس كمية الدهون. والمجموعتين كانوا بيلعبوا رياضة، بس مجموعة منهم كانوا بياكلوا بروتين زيادة، فكانوا بياكلوا 250 كالوري من البروتين زيادة عن اللي هم محتاجينه، عن الكالوريز اللي هم محتاجينها. وكان المجموعة التانية بياكلوا 200 كالوري أقل عن اللي هم محتاجينه من البروتين برضو. الحاجة اللي دكتور كيمبل لقاها في آخر ال8 أسابيع إن المجموعة اللي كانت بتاكل بروتين كتير خسوا فاتس، والمجموعة التانية اللي ما كانوش بياكلوا بروتين كتير، اللي كانوا عاملين ديفيسيت، اللي كانوا بياكلوا أصلا قليل، ولا خسوا ولا تخنوا. الموضوع ده ممكن يلخبط شويه ويخلينا حتى نشك في اللي انا كنت لسه بقوله بتاع كالوريز ان وكالوريز اوت. انت بتاكل كالوريز وبتحرق كالوريز، طب ازاي البنات دول كانوا كالوريز زياده من البروتين ومع ذلك ان هم خسوا؟ ده ممكن يخلينا بس ان احنا نفكر في البروتين بشكل مختلف شويه، لان البروتين اول حاجه ثيرميك افكت بتاعه عالي قوي. ثيرميك افكت يعني الكالوريز اللي الجسم بيحتاجها عشان يحرق، عشان يدايجست، عشان يهضم البروتين نفسه، اعلى بكتير من الكاربس ومن الفاتس. انت لو كلت النهارده 100 كالوري من الفراخ، 30 كالوري من ال100 دول هيروحوا بس في عمليه الهضم. لكن انت لو بنتكلم على الفاتس عارفه طريقها على طول، يعني هي تقريبا انت بتستهلك 0% لحد 3% كالوريز عشان تهضم الفاتس، هي داخله على طول على الجناب، مش رايحه في حته تانية. لما انت مثلا تفكر في الكاربس ممكن يكون الموضوع مختلف شويه ما بين البنين، بس برضو ستيل اعتقد برضو هيبقى مش محتاج كميه كالوريز كتيره، تقريبا 5-10% من الكالوريز بتاعه الكاربس بتستهلك في الهضم بتاعها. ده يخلينا نفكر في البروتين ان هو محتاج كالوريز كتيرة عشان يتهضم، وهو كمان لما بيخش الجسم هو عنده سكك كتيرة قوي قبل كمان ما يتخزن كدهون. لو انت بتلعب رياضة يبقى انت عندك السكة الاولى بتاعت الماسل بيلدينج بروسيس بتاعت البروتين، اللي هو البروتين العنصر الاساسي بتاعها.
الحاجة التانية عندك الميتابوليك فانكشنز، كل الوظائف الحيوية اللي البروتين بيشارك فيها، من تصنيع الهرمونات لتصنيع الانزيمز للريبير اند جروث، لكل الكلام اللي بالشكل ده. الحاجة التالتة، انت في الاخر لو غطيت الحتتين اللي في الاول ممكن تدرايف طاقة او ممكن تاخد طاقة من البروتين. الحاجة اللي بعد كده ان البروتين ده ممكن يتحول لسكر او ممكن يتحول لجلوكوز في الدم. والحاجة الاخيرة ان هو يتخزن كدهون. فعشان انت عندك فرص كتير قوي للبروتين او عندك سكك كتير قوي يخش فيها قبل ما يتخزن كدهون، ده اللي يخلينا نفكر النهارده ان انت لما تبقى بتاكل بره ولو انت زودت شويه في البروتين اللي انت بتاكله، احتماليه ان البروتين ده يتخزن كدهون هتبقى احتماليه اقل بكتير من العادي. ممكن برضو نفكر في حاجة تانية، انت لو بتاكل بره انت مش متحكم فيها، انت مش متحكم في كمية الاكل، انت مش تعرف تتحكم فانت هتاكل قد ايه. وده يودينا لاخر حاجه هتكلم معاكم فيها النهارده، اخر الاستادي اتعملت من يونيفرسيتي اوف بنسلفانيا، هي ظريفه جدا بصراحه. لمده 4 أسابيع كان فيها 50 شخص هم بيروحوا مره واحده في الاسبوع عشان ياكلوا مكرونه بالجبنه. البارتيسيبنتس او المشاركين في الاستادي كل مره لما بيروحوا كانوا بياكلوا كميه مختلفه. فكان في مره بياكلوا 500 جرام بس مكرونه بالجبنه، مره تانية بياكلوا 625، مره الثالثه بياكلوا 750، والمره الرابعه بياكلوا فيها 1000 جرام، بياكلوا كيلو. اللي الريسيرشرز لقوه في الاستادي دي او النتيجه بتاعتها ان كان الشخص لما بيتحط له مكرونه كتير او لما بيتحط له اكل كتير، احتماليه ان هو ياكل اكتر كانت بتبقى عاليه جدا. ولقوا ان الشخص كان بياكل تقريبا 30% كالوري زياده مجرد بس ان هو اتحط له اكل زياده عن العادي بتاعه او عن قبل كده. وده يخلينا نفكر ان انت النهارده لما بتاكل في البيت او بتاكل اكل معمول في البيت هيبقى عندك فرصه اكتر بكتير ان انت تتحكم في كميات الاكل بتاعك. انا فاكر اول لما اتجوزت نادية مراتي، ولما احنا كنا بنقعد ناكل مع بعض، فكانت دايما لما بتخلص اكلها او بتقولي انا خلاص شبعت، بلاقي ان لسه في اكل في الطبق بتاعها، فانا ببقى مستغرب جدا يعني، بقول لها انت خلاص خلصتي؟ فبتقولي اه انا شبعت. انا ما بيني وما بين نفسي بفكر هي ازاي شبعت، ما هو الاكل في طبقها لسه ما خلص. لان انا ما كانش عندي الكونكشن ما بين هو انا مش لازم اخلص طبقي عشان اخلص اكل. انا كنت متخيل ان انت بتخلص اكلك لما بتبطل تتنفس، انت لو لسه بتتنفس يبقى انت لسه جعان محتاج تاكل كمان. ايا كان القصه بتاعتي دي، المهم اللي احنا ممكن نفكر فيه من اليونيفرسيتي اوف بنسلفانيا، من الاستادي بتاعت الماك اند تشيز، ومن الاستادي بتاعت ويسكونسن بتاعت الناس اللي هم كانوا كل لما بياكلوا بره احتماليه ان هم وزنهم بيبقى زياده، بتبقى احتماليه عاليه قوي. ان احنا ناخد بالنا ان عاده لما انت تقدر تحاول ان انت تاكل في البيت او تاكل اكل متحضر في البيت، فرصتك ان انت تحافظ على وزنك او فرصتك ان انت تتحكم في الاكل نفسه هتبقى اعلى بكتير. فوق كل الحاجات دي كمان الفيزيكال اكتيفيتي، ان انت لو بتتحرك بشكل يومي، مش مجرد بس ان انت بتتمرن، مجرد ان انت بتتحرك، بتركن عربيتك بعيد، بتتمشى شويه للحته اللي انت رايح لها، لا قدر الله بتطلع على السلم بدل ما تطلع في الاسانسير. كل الحاجات دي ممكن تساعدك ان انت تريجيليت او انت تعمل ضبط للاشارات بتاعه الجوع والشبع، فبالتالي انت بتاكل كميه الاكل المناسبه ليك. انا مبسوط جدا ان انتوا كنتوا معايا النهارده، اشوفكم المره اللي جايه.